اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. صحينا كده من النوم وقلنا يلا بينا هنفطر بقى. عملت كوباية شاي بلبن، وعملت سندوتش جبنة بيضة، وعملت سندوتش جبنة رومي، وعملت رومي بالقشطة، وعملت مربى بالقشطة. فطرنا والحمد لله، وابتدينا ان احنا نعمل المخلل. تمام. الجزر اللي وعدت لكم ان هو هينزل ان شاء الله بعد يومين، فانا نزلته لكم النهارده. تمام. ابتديت ان انا وامي بقى ان انا اعمل اقطع كده، انضف الجزر بعد ما انا غسلته غسله كويسه. ابتديت ان انا اقطعه زي بالشكل ده. رحت بقى غسلته غسله نظيفه وكويسه، ورحت حطيت بقى الشطه، وحطيت الكزبره، وحطيت حبه البركه، وحطيت توم، وابتديت ان انا اقلبه كويس جدا. عبيته بقى في البرطمانات زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت ان انا اعبي، وعملت محلول الميه لتر ميه دافيه، على 3 معالق من الملح، على ربع كوبايه من الخل، على معلقه صغيره بتاعت الشاي سكر. ابتديت ان انا ادوب. خطيت بقى البنجر هنا عشان يبتدي ان هو يحمر كده زي بتاع المحلات. تحمير بسيط يعني، مش التحمير اللي هو زي بتاع اللفت ده، لا تحمير بسيط. هنا خلصت كده اللفت، خلصت قصدي الجزر. بسم الله ما شاء الله، كان شكله تحفة مغري. هنا بقى كنت جبت اللفت بقى، وابتديت ان انا اغسله. غسلته مرة ومرة تانية كمان، وابتديت هنا بقى ان انا اغسله كويس، وان انا اقطعه. قطعته زي ما انتوا شايفين. ابتديت ان انا اقطع كده وانضفه كده. تمام. في ان هو بينضفوه كله كده، بس انا ما حبيتش ان انا، بس في ناس بقول لكم ان هو بينضفوه كله، في ناس لا بيشيلوا اللي هو اللي من تحت كده الجذور دي وبس وخلاص على كده. انا ابتديت ان انا اشيل بس الجذور. ابتديت ان انا عايزه اشوف حمار اللفت، مش ان هو يبقى ابيض خالص كده. ابتديت اقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وخلصت الكميه الحمد لله كلها. وابتديت ان انا اقطعه. بسم الله ما شاء الله، يعني كان ده كله كان ب20 جنيه. الكيلو كان ب5 جنيه، دول 4 كيلو. ما تنسونوش بدعمكم بلايك وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان اوصل لكم كل جديد وعيلتي تكبر بيكم. ما تنسوش بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. كنت هنا خلصت بقى الكميه، وابتديت ان انا اقطع زي ما انتوا شايفين كده. تقطيعة حلوة دي، بسم الله ما شاء الله، كانت تقطيعة تحفة. يعني ان هو بدي اخليها كده. كنا الاول بنعملها سادة اللي هي بالسكين وخلاص، بس هنا التقطيعة بتديكي شكل المحلات زي الطرش اللي انت بقى بتشتريه من بره. بسم الله ما شاء الله كده. هنبتدي نخلص الكمية كلها، وهبتدي ان انا اجيب البرطمانات بقى زي ما انتوا شفتوا معايا مع الجزر. تمام. بس ده انا بخلله لشهر رمضان بس. هو هيبتدي ان هو يستوي يعني من ممكن 15 يوم ويستوي. بسم الله ما شاء الله يعني. هيتاكل ممكن عايز دي تاكليه دلوقتي، ممكن عايز تاكليه بقى في رمضان ممكن. بس بسم الله ما شاء الله، حطيت هنا الليمون، وحطيت البنجر عشان يحمر كده ويبقى حلو. وهنا ابتديت كوب لتر ميه، طبعا زي 3 ملح، يعني انا ما حطيتش خل كتير، اللي هو 3 يعني 3/4 الكوبايه. حطيت بقى في 2 لتر ونص، وحطيت 7 ملح، و7 معالق ملح، وحطيت معلقه صغيره برضو من السكر. ابتديت ان انا اعبي. بسم الله ما شاء الله، عبيت بقى 4 برطمانات هنا، وكان برطمانين صغننين كده. بس هنا خطيت بقى عندكم هنا اللفت برطمانين كبار، وبرطمانين الخيار، قصدي اسفه الجزر. هنا كنت فصفصت الثوم وخلاص، وخطيت الشطه، فرمتهم زي بالشكل ده. برضو هخليهم ان شاء الله لرمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبه شهر رمضان. بسم الله. السلام عليكم.